يا بهوش، ايه الفكرة؟ لما هو بيبقى قوي بالفعل هو بيجيب الفارم عندي عافية وبيطلعني من الجيم. افرم ازاي؟ لو حاولت اخش هيركبني. احنا فاهمين، بس الشرح ازاي افرم وانا تحت التور هو مبوظني. هنا يا صديقي تأتي الخبرة والانضباط، الديسبلين. ليه بقى؟ طول ما انت عارف تضبط او تظبط هيجانك او الادرينالين او الاكشن، عايز تجيب كلات وعايز تدخل تفايت والكلام ده، طول ما انت هتعرف تظبط الاداء تحت التاور بتاعك. خبرتك بالتشامبيون بتاعك، خبرتك بالماكرو بتاع الجيم، خبرتك بالانمي التشامبيون بتاعك اللي بيلعب ضدك، كل دي معلومات ليها اوقات في الجيم. فاهمني؟ انت عارف امتى المفروض التشامبيون بتاعك قوي، ايرلي ميد ولا ليت، معمول من وشك جزامه، ده جميل جدا. امتى تبقى الباور سبايك بتاعتك يا عم جيت رحت لها متاخر، المهم في باور سبايك يا باشا، هتبقى اقوى من ذي قبل بليفل، بحاجه حلوه جدا. في الوقت ده تستخدم باور سبايك، انما قبل كده تحترم نفسك تحت التاور. تعمل ايه؟ ما تموتش، اهم حاجه ما تموتش، حتى لو الفارم هيطير منك ما تموتش. ما تديش افضليه للانمي تشامبيون اللي قدامك، حتى لو هتدايف ارجع ورا، روح للتاور التاني. التاور الاولاني وقع، روح للبيز، روح فرم في اي حته، اقعد اصرخ، اقعد اعمل بنجات. المهم الديسيبلين، الانضباط بتاعك ده الف ب في اللعبه دي. وده اللي بيفرق ما بين ال سي كي وال سي اس، اللي هم الناس الكوريه واليابانيه والصينيه، والنورث امريكا والميدل ايست بتاعتنا. كلات ملهاش لازمه، اول 10 دقايق هتلاقي ارام، هتلاقي في 10 كلات هنا و10 كلات هنا. انما لو اتفرجت على اي جيم من الجيم بتاع اليابانيه ولا الصينيه ولا الكوريه، هتلاقي الجيم كله بيخلص في 6 كلات، 3 هنا و3 هنا ولا 4 هنا و2 هنا. خدت بالك؟ الفرق هو الانضباط.